السلام عليكم وفيديو جديد من قناة ريمبوي. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك من فضلكم. فيديو اليوم هو لقاء صحفي في قناة أصوات المغربية، هي قناة إذاعية، مع المغني الجزائري الفرنسي شاب فوديل. كان هذا اللقاء يوم 27 مارس 2023، يعني عنده أسبوع إكزاكت من اللي جاز هذا اللقاء. أنا كنت بدأت في تحضير الفيديو، ولكن لظروف خاصة توقفت عنه. فوالا، أثناء هذا اللقاء يقوم الصحفي طبعا بطرح بعض الأسئلة على شاب فوديل. من أهمها يعني اللي أدرجتها في هذا الفيديو هي سؤالين اثنين. أولا عن الصراع الكلامي القائم بين الجزائر والمغرب في الريزو سوسيو، وعن هذا كما يقال هذه الحالة من التراجع في العلاقات بين الجزائر والمغرب مؤخرا. فكان هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو عن قال له إذا كان عندك يعني 5 دقائق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، واش راح تقول له؟ سؤالين مهمين. فالآن أنا ما حبيتش نتدخل في وسط لا فيديو، حبيت نخلي لكم تشوفوا لا فيديو ترانكيلمون، تشوفوا واش كيفاش كانت الإجابة تاعو، ومن بعد نعلقوا عليه شوية. فوالا. نتبع بزاف، سي تري غراف سكي سباس والله العظيم. انا جو سوي لو بارفيت اكزومبل يعني انتر الجيري والمغرب. ودايوغ تمشي لمراكش عرفتي الجزائريين اللي كاينين سي انكرويابل، اللي مجوجين مع دي ماروكان اي فيس فيرسا، دي ماروكان اللي مجوجين مع دي الجيريان دي الجيريان، سي انكرويابل، سي تيريبل. هاد السياسه، هاد احنا في فرنسا بيني وبينك ما كانش هاد الشيء على ليبوك، ما فهمتش سي لو سوشيال ميديا اللي دار هاد الشيء، دار هاد c'est très grave. يا ربي ان شاء الله يا ربي. moi je suis là, bon j'aime pas le mot tu sais, تيقولوا لي ديما فوديل عندي واحد لا شونسون خوا qu'est-ce que ça veut dire خوا بيني وبينك. non, il faut montrer des gestes. c'est comme je reviens sur سعادتك la chanson. انا ديما كان j'essaie de passer des messages. ولاد الحلال غنيت في تطوان مع عمر سلطان، واحد الفنان ماشي معروف، والحلم ديالو كان باغي يغني معايا ويحمق على الراي. درنا شي كلمات على جوستومون لو بروبليم كي انتر الجيري والماروك، اي سي تيريبل. سي هادشي السياسه، سي il faut pas que le peuple زعما ولا البوبليك ولا يقول سي كوم انا عطاوني جنسيه باغ اكزومبل مغربيه depuis 15 عام 15 سنه تقريبا. كنت ساكن في فرنسا وسيدنا الله ينصرو. دونك سا سي ان كادو مانيفيك. ودرت ميم باش نجيك انا مع نجاة عتابو مع لا فونداسيون ديال سيدنا سي فوزاتشي وعقلتي الله يرحمه بلادكم لحد الان. il a appelé un Algérien pour استقبل لي MRE du Maroc. c'est magnifique. سيدنا تيجمع، il le dit d'ailleurs chaque fois les discours الخطاب تيجمع. فوالا الله يحفظه. إلا عطيتك واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق مع الرئيس الجزائري، شنو تقول له؟ جالس انت وياه هكا جمعتكم بسبب هذا الشيء هذا، هي الاولى. لا انا صراحه شو تقول ليه؟ عافاك اجي تشرب كاس داتاي في المغرب. ميساج روسي. يا سلام، ميساج صافي وصلات. وانا اللي نرحب به، انت اللي تستقبله وانا نستقبله وندور به بالموتور ياك بهذيك 96 نجي المدينه، نجي الطلعه، شتي الطلعه السي عبد المجيد سمعتي شي البروغرام فوديل بروغرام مراكشي الكيليز يجلس جلسات تما اي الترخا ونزيد اي الترخا ويعجبو الحال ونعيطوا الايكو ونجيبوا شي طنجيه. لا طنجيه ما نجيبوهاش. شنو انا اللي انت تنصب داكشي وندير الفرناتشي وعطيه هو يدير الزعفران شعره. فوالا ونديروا شي شويج د الجاوي. هي فريمون خصها جلسه اقولي ساعه علاش دار المستاج اللحيه. فوالا،
أنا شفنا اللقاء. أول حاجة نلاحظوها هي محاولة الصحفي أنه يزج بالمغني في موضوع سياسي بحت، alors que هو فنان مغني يعني بعيد عن هذا الموضوع. ولكن بما أنه راهو عايش في المغرب، وأظن على حسب اللهجة يكون عايش في مدينة مراكش، لأنه اللهجة تاعو مراكشية. بما أنه عايش هناك نقدر نقوله معليش يقدر يطرح له سؤال كما هذا. الحاجة الأولى اللي يتكلم عليها هي حاجة إيجابية. صحيح كاين هناك نزاع قائم، واللي مع الوقت رجع عبارة عن فتنة. هما يقولوا وإحنا نقولوا، هما يقولوا إحنا نرجعوا، إحنا نقولوا هما يرجعوا، حتى صارت فتنة. يعني تنوض الصباح تفتح لي ريزو سوسيو تلقى غير هذا الموضوع يدور. وأنا شخصيا ما رانيش مع هذا الموضوع، يعني أنا رافضة لهذه الفتنة القائمة. والله رانا خالين بزاف حاجات مهمين في حياتنا وقاعدين غير مقابلين هذا السوجي. لا علينا، أنا شخصيا ما رانيش مع هذه الفتنة. صحيح كاين نزاع أوكي، كاين مواضيع لازم تناقش أوكي، ولكن رجع عبارة عن سب وخلاص، وهما نفتنوا بينا وإحنا نفتنا بهم وفوالا رجعت فغيمون فتنة. تكلم أيضا على واحدة النقطة اللي هي قالك إحنا في الخارج ماشي هكذا. صحيح أنا شخصيا أوافق على هذه النقطة. في الخارج أنا مثلا نأخذ مثال فرنسا، لأنه هذا المدينة الأوروبية البلد الأوروبي اللي فيه كثير من المغاربة والجزائريين بنسبة أكثر. يعني صحيح ما كش هذا النزاع، ما ليس له وجود. تلقاه مغربي وجزائري جالسين كيف يقصروا يضحكوا عادي، تلقى جيران مغاربة وجزائريين متساعدين فيما بيناتهم. أنا شخصيا أقوم بهذا. أنا عندي مثلا جاري مغربي أحيانا يأخذ أولادي المدرسة مع أولاده، لما يكون هناك يعني أنا ولا زوجي مشغولين أحيانا نبعث أطفالي مع أطفاله، يعني يروحوا للمدرسة، هو يأخذهم للمدرسة. وأحيانا العكس. جو سي با كاين بزاف كمتحابين فيما بيناتنا ومترافدين ومتفاهمين. وهاملك كاين بزاف في الخارج جاليات عربية، بصح نرجعوا للحقيقة الجاليتين اللي متفاهمين أكثر ومتقاربين أكثر هما الجالية المغربية والجزائرية. فوالا هذه نقطة. ندخلوا في صلب الموضوع. لما يبدأ يحكي الشاب فضيل نلاحظوا أنه راه متخلي عن الجزائرية تاعو، عن الشخصية الجزائرية والروح الجزائرية، وذلك نكتشفه من خلال الألفاظ المستعملة. مثلا سيدنا تيجمع باللهجة تاعهم. سيدنا احنا الجزائريين ما تبدل الناسيوناليتي تاعك، بصح كلمة سيدنا احنا هذه ما نقولوهاش، يعني الروح الجزائرية تاعو صاي اندثرت ما كاش. فوالا سيدنا نسابرك ما قالش صدق الله العظيم، باسكو فمايا لازم تقول عاش الملك عاش الملك، ولا سيدنا نصره الله. فوالا قال نصره الله زوج كوا في الفيديو هذيك، نصابرك موراها ما زادش صدق الله العظيم، سينو فوالا سينو والمت باش يقولها. ثم ينتقل المذيع إلى سؤال ثاني واللي هو الأهم في هذا الفيديو. سألوا لو كان عندك 5 دقائق جالس فيهم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وش تقدر تقول له؟ فوالا نروماركيو في الفيديو بلي المغني إلى إيزيتي واحد شوية، شغل ليلا إيزيتي هكذا كيلكو سكوند، شغل جو سي با شغل وكأنه ما حبش يجاوب على السوجي هذا. ثم بعد الصحفي قال له شي با شغل أكد له على السوجي، قال له رسالة هكذا تقولها له. أبخي قال له نقول له أروح تجرب كاس أتاي في المغرب. هذا الرسالة في الحقيقة كانت إيجابية جدا، كانت فيها دعوة إلى الصلح بطريقة حضارية،
كان فيها نوع من الاحترام، يعني كانت فيها نوع من الشعبية ولكن بطريقة حضارية، وفي نفس الوقت كان فيها نوع من الاحترام. ونلاحظوا أيضا أن الصحفيين احترموا هذه الرسالة، لا رياكسيون تاعهم احترموها، لأنه كانت فيها واحد النوع من السيريوزيتي، وكانت يعني بطريقة محترمة. جوست ابخي ينقلب السوجي لما يضيف عبارات أخرى، وهذه العبارات هي التي أثارت الجدل. يعني كان كل شيء عادي، ثم يتحول الكلام إلى مجرد استفزازات والتي راقت لهم. هذا ما كانوا ينتظرونه في الحقيقة، وكأنهم عملوا له أمبياج، سؤال أمبياج، هو في الأول راح بيا ثم ينقلب ويطيح في هذاك البياج. فوالا هنايا بعد ما احترموا هذيك الإجابة هو يعكس السوجي ويروح في عبارات مثيرة للجدل، عبارات استفزازية، ويجدر القول بأن هذه العبارات جاءت من المغني الجزائري، ما جاتش من الصحفيين. هما طرحوا له السؤال ولكن لا ريبونس تاعو هي اللي كانت مستفزة. هو كان قادر يجاوب عليها بذكاء كما عمل في العبارة الأولى، ونقول له أروح تشرب كاس آتاي في المغرب، هذه جاوب بطريقة ذكية. ومن بعد يطيح في الفخ تاعهم اللي هو فوالا يبدأ يهدر في بعض العبارات الاستفزازية والتي كما قلت لكم راقت لهم، هذا وكأنه كانوا يستنوا فيها هذا العبارات. فوالا فصاحبتهم يعني موجة من الضحك في البلاطو. فوالا وكأنهم وصلوا لما أرادوا من وراء أسئلتهم. فوالا يجدر القول فريمون أنه المغرب نسى كاع الكوارث الحاصلة فيه، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. حتى خارج المغرب هناك جاليات راهي تعاني بزاف. الأبناء تاعو يناشدون الملك داخل البلاد وخارج البلاد ولا إجابة منه، يعني توجور مقابلهم بالصمت. أبناؤه يعانون وترابه ضائع وشعبه جائع، وهم يضحكون في البلاطوهات. فوالا يضحكون على الدولة الجزائرية وعلى هرمها، ولكن نساو الأشياء اللي راهم يعيشوا فيهم. لو كان يعني تلهوا بأمورهم الداخلية فريمون لا صانوا ماء وجههم، يعني لو كان صانوا شوية الكرامة تاعهم من يعني فريمون ولا عندهم وجه مسود في كامل الوطن العربي وحتى في أوروبا. في آخر تاع نهاية الفيديو تاع اللقاء الصحفي قالت المذيعة عبارة دار المستشفى اللحية ولا يدير المستشفى اللحية. هذه العبارة أنا ما فهمتهاش مليح واش كانت تقصد بها، ما فهمتش شكون كانت تقصد بها وواش تقصد بها. إذا كان واحد فيكم شاف هذا الفيديو وصل إلى هذا النقطة هذه النهاية يعني نهاية الفيديو وفهمها، ميرسي دو مو ماتر ان كومنتير الآراء تاعكم. سي كوا كان القصد تاعها؟ اسكو كانت تقصد عبد المجيد تبون ولا كانت تقصد المغني فودال ولا واش كان القصد تاعها؟ لاحظوا أيضا في الفيديو أنه في العبارات اللي كان يقول أنه نجيبوا الجيليز هي واحد الحي شعبي أظن. نعم هو موجود في مدينة مراكش، وقال أنه نديه في هذا الموتور. هو كان الموتور باسكو ثم يقولوا الموتور على احنا نقولوا الموبيلا ولا نقولوا شيبا كيفاش كل واحد كيفاش يقولها. المهم قال لك سي 90. هاني حطيت لكم حطيت لكم لا فوتو كيفاش باش تعرفوا هذه السي 90 وشنو هي، باش تعرفوا دلاله انه راهو هنايا يستهزأ استفزاز يعني. وقال لك نجيبوا ايكو باش يضحكهم. ايكو هو فنان كوميدي، هو شاب فنان كوميدي مغربي من مدينة مراكش. قال لك سما نجيبوه باش يسق منا القعدة باش يدير لهم لا كوميدي. فوالا ويديروا الطنجية. أنا حطيت لكم لا فوتو تاعها ثاني، هي أكلة
عبارة عن لحم يطبخوه لداخل الجرة باللغة العربية الفصحى. فوالا حطيتكم لا فوتو تاعها، القلة يعني القلة يطبخوه لداخل القلة، يغلقوها ويطيبوه لداخلها. هذه هي، وهذه الأكلة مشهورة بها مدينة مراكش. فوالا معناتها يديروا جلسة مراكشية، كوميديا مراكشي، وتحدث على هذيك 96 لأنه في مراكش نساء ورجال يركبوا فيها، يتنقلوا بها بزاف. معظمهم يتنقلوا في هذه باش كيفاش يعيطوا لها بالفصحى، يتنقلوا فيها، ما يركبوش بزاف في السيارات. فوالا يعني حب يستهزأ بهذه الأمور. والتعليق لكم أنه تشاركونا آراءكم في هذا الموضوع، لما لا، وتشتركوا معنا في القناة إذا حبيتوا. abonnez-vous ou subscribe si vous êtes anglophone. Voilà, merci de mettre un like, j'aime si vous voulez, un dislike si vous voulez aussi, partagez et pourquoi pas. Voilà, إلى اللقاء، نلتقي في فيديو آخر في قناة ريمبوي.